عمرك فكرت ليه كل ما حد يقابلك في أمريكا بيحاول يقنعك تفتح معاهم كريدت؟ ركز معايا كده، الكلام اللي هتسمعه دلوقتي مهم، وعلشان خاطر خاطرك وعلشان مش عايزين حد يتورط بالغلط. أول حاجة بسيطة وصريحة، الكريدت كارد ظاهريا ليه مميزات حلوة. بيقدم لك خط ائتمان فوري، بيبني لك سجل ائتماني كريدت سكور، وفي برامج نقاط ومكافآت ممكن ترجع لك فلوس أو سفر أو كاش باك. كل ده صح، لكن ورا الضحكة الحلوة دي والعروض اللي صعب ترفضها فيه مصلحة كبيرة للناس اللي بتعرض عليك، البنوك، شركات الكروت وشركات التمويل. هما مش دايما بيفكروا في مصلحتك الطويلة، هما بيفكروا في الربح. خليني أشرح لك الأسباب الحقيقية ليه بيحاولوا يقنعوك تفتح كريدت معاهم، وبالراحة كده بالأمثلة. أولا الفايدة interest، مصدر دخل ضخم. لو الكارت عليه APR أو اللي هي الفايدة السنوية مثلا 24%، ده معناه تقدر تقسمها كده 24% على 12 شهر هتعمل 2% شهريا. يعني لو معاك كارت الحد الأقصى $1000 صرفتهم وما دفعتش كامل المبلغ، أول شهر هتدفع فوايد عبارة عن 1000 في 2 من 100 هيطلع $20 بس، وده اللي الناس بيسموه المينيموم. والمينيموم اللي بتدفعه مش بيتخصم من المبلغ الأصلي اللي عليك، يعني هتلاقي نفسك دفعت تقريبا 1000 في 4 و20% هيطلع $240 فوايد، يعني دفعت ربع المبلغ فايدة. تخيل لو المبلغ 10000 أو 20000، ده لو افترضنا إنك ما سددتش حاجة خالص من أصل المبلغ، وده سهل يحصل لما تدفع الحد الأدنى وبس. ثانياً رسوم متكررة والفيز، فيه رسوم ممكن تبقى خفية، رسوم سنوية مثلا $90، رسوم تأخير ليت فيه ممكن تكون 30-40 دولار، رسوم سحب كاش أدفانس، وغالبا الفايدة عليه أعلى من الشراء، ورسوم معاملات خارجية لو سافرت. يعني حتى لو بتدور على النقاط ممكن الرسوم تأكل الجزء الأكبر من العائد. ثالثاً الغرامات والبنالتي APR، لو فوت الدفعة أو اتأخرت البنك ممكن يرفع لك الفايدة للعالي جدا penalty APR، وده بيتحول بسرعة لفخ لأنك بتدفع دلوقتي فوايد أعلى على رصيد كامل. رابعاً المينيمم بيمنت تراب، مصيدة الدفعات الصغرى. كتير الناس بتدفع الحد الأدنى بس لأنهم مش فاضيين أو شايفينه حل. مثال بسيط، بيفرض عليك البنك دافع 2% من الرصيد أو مثلا $25. لو رصيدك $1000، 200 منه هو $20، ده تقريبا يغطي الفايدة بس زي ما حسبنا، يعني مش هتنزل في أصل الدين. لو بتدفع بس الحد الأدنى بتقعد سنين تدفع فوايد أكتر من أصل المبلغ. خامساً interchange وعمولات التاجر، مصالح متشابكة. لما تدفع بالكارت التاجر بيدفع جزء كعمولة interchange لشركات الكروت والبنك المصدر، عشان كده كتير من المحلات بتدفع فوائد على استقبال الكروت، وبالنهاية السيستم كله مربح لمصدر الكارت.